اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا النهاردة هنعمل مع بعض البدنجان المخلل بطريقة جميلة جدا جدا وسهلة وبسيطة واقتصادية. يلا كل واحد مننا يحضر بقى ازازة كولا محترمة كده علشان تهضم، بس طريقة هتعجبكم جدا. والليمون المخلل اللي انا عملته معاكم هنفتحه النهاردة مع بعض. نبدأ بالطريقة. اول حاجة انا معايا بتنجان اللي هو الصغير او اي نوع بتنجان، بس ده البتنجان الحشو اللي احنا بنحشيه حلو جدا وطعمه جميل. هنجيبه في البداية كده بمنتهى البساطة ونقمعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هنعمل الكمية بتاعتنا كلها بنفس الشكل ده. بعد كده هنجيب السكينة ونفتح البدنجان بالطول، بس ما ننزلش بالسكينة لتحت علشان بس لما نيجي نحمره في الزيت ما يفتحش مننا الاخر وما يبقاش كويس. بعد كده هنجيب الطاسة بتاعتنا ونحط فيها كمية البدنجان في البداية على البارد، يعني قبل ما نرفعها على النار. هنحط 3 معالق من الزيت، 3 معالق كبار من الزيت. طبعا كل واحد